يا رب اختار لي الخير الطيبة في حياتي. يا رب إن كانت خير لي يسرها، وإن كانت شر اصرفها زي ما صرف بين المشرق والمغرب. يا رب ارزقني واتركها على الله. الله اللي يرسم الطريق مش أنت، مش أنا أبغى دي الوظيفة. يا رب ارزقني رزق ما بعده رزق، ارزقني يا رب. افتح لي، افتح علي وخلي الفتح على الله. يا رب ارزقني السعادة وخلي السعادة مع الله. هنا يجي ايه؟ يجي أشياء كثيرة. هاي ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. معلش بغيب عليكم اليومين دول، معلش عندي ظروف كده بتأخر عليكم في الفيديوهات وكده، فحقكم عليا. بصوا بقى، انا سبت لكم الاوضه من امبارح، ما رضيتش اكنس، قلت عشان اصحى الصبح هصور، لاني بقالي كتير ما صورتش ومش بعمل اكل بقالي كام يوم كده، بنجيب اكل جاهز من بره، فقلت ايه ابهدل الدنيا كده معاكم. طبعا لعب العيال مرميه في كل حته، والعيال ما شاء الله عليهم ربنا يهديهم بوظوا الرينج لايت. شايفين البتاعه بتاعتها الرينج لايت مرميه في الارض، والستاند مكسور. بص حاجه من ربنا، يعني ربنا يخليهم يا رب احباب الله. اول حاجه بقى كده نصلي على النبي في الكومنتات، ونحط لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد انا بعمله. عايزه اقول لكم قولوا لي شطوره بتشيروا في الكومنتات، وصلوا على النبي في الكومنتات، وادعوا لي كده دعوه حلوه. ربنا يخلي عيالي يا رب، ويصلح حالي، ويكبر بخاطري، ويفك كرب كل متضايق يا رب، ويفك كرب اخويا يا رب، وكرب كل متضايق. عايزه اقول لكم زي ما انتوا شايفين بقى، بدات الم اللعب كده واحطها واجيب المكنسه. المكنسه امبارح فضيت الكيس بتاعها، معرفش ايه اللي حصل، نسيت ان انا كنت عايزه اعملها كده بالاستشوار الفلتر بتاعها، لان شفتها بقى ضعيف جدا، فقلت كده اجيب الاستشوار كده انطرها كده على طول. يعني معلش يا جماعه، الجو صعب قوي بصراحه، يوم سقعه ويوم حر ويوم نصيف العيال ويوم نشتي العيال، اما كلنا عيانين احنا والعيال. فقلت كده اديها كده، ما عنديش طبعا بلور، فقلت ايه ارشها كده بس عشان لو فيها حاجه، لان الشفط بتاعها بقى ضعيف. وكنت اتفرجت على الكومنتات كده بيقولك لما الشفط بتاع المكنسه يضعف تبقى عايزه بلور كده ولا حاجه، لان يبقى فيها تراب. فبصراحه رحت عاملاها كده على طول ورحت حطها، حتى كنت بعمل على السخن وبعدين شميت ريحه شياط ورحت مرجعها تاني على البيت. فهو كنت ابوظ الدنيا. بصوا بقى، ده الفلتر، شلت البتاع اللي عليه التراب والحاجه، وعملته بقى كده اسمه ايه ده، بالاستشوار، وهرجبه تاني. دي انا معرفش ايه دي، انا لقيتها العيال خرجوها امبارح وانا بفضي الكيس، العيال خرجوا البتاعه دي من المكان، انا معرفش ايه دي، معرفش دي بقى بوظت المكنسه ولا هي دي اصلا اللي خلت الشفط بتاعها ضعيف، مش عارفه ايه ده. فانا قلت بالمره انها طلعت هي ما فيهاش حاجه، هي نحاس كده او زي حديد، معرفش دي بتعمل ايه بصراحه في المكنسه. المهم يعني لو باظت محدش يقول لجوزي ان انا طلعتها، ماشي؟ ابقى اعمل له، مش عارفه همسحه من عندي، اعمل له بلوك، ابقى كام يوم كده قبل ما انزل فيديو تاني وما يشوفش دوت وخلاص. معلش يا جماعه حقكم عليا، تعبانه وصدري واجعني وبصوا مش قادره، والعيال عيانه والناس كلها عيانه. يومين بصراحه صعبين قوي، يعني امبارح كان الجو تلج بالليل رصاص، والنهارده الجو يعني شويه سقعه شويه حر. الصبح كده كان فيه لسعه، دلوقتي الجو كاتم، معرفش خلاص الجو ده عايز مننا ايه، تقلب الطقس دوت هيبهدلنا مع احنا والعيال. والله انا كنت مسافره العيال، كانت درجه حراره تقريبا كانت 40 او حاجه و30، كان الجو حر. كان الجو حر قوي والعيال كانوا عرقانين ومش عارفه ايه، حميتهم ورحت مصيفه لهم يومين كده بالظبط، ولقيت الجو تلج تلج تلج. رحت كنت عند ماما، راحت امي قعدت تزعل، قلت لي حرام عليكي العيال هيبردوا، راحت ملبساهم تاني شتوي، وهم بيقولوا على اخر حد اخر الاسبوع، وبعدين هنشوف تاني الجو ايه اللي هيحصل له. صلوا على النبي يا حبايبي، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، عايزين نكبر بيكوا كده.
هتقولي لي ايه انت عماله تعملي ايه؟ هقول لكم انا بزعق لعيالي عشان بيلعبوا في الكهرباء. هتقولي طب ما تنقلي الفيشه. قلت لكم 100 مره الاوضه دي ما فيهاش غير فيشتين 2، لا فيها 3 بصراحه. فيها واحده ورا البطاطين اللي قدامكم دي، وفيها واحده بتاعه الشاشه، وواحده جنب السرير اللي بحط فيها المكنسه. بعد ما شلت البطاطين رجعتها تاني. يا لهوي زهقت والله. بعد ما شلت المفارش غسلتها وحطيتها تاني. وبحس ان المفارش اللطيفه دي بتدفي العيال شويه، عشان انا عيالي ما شاء الله عليهم بيرموا الغطا من عليهم وهم نايمين. بحس فبحس ان الملايه بتبقى ساقعه عليهم، فدي بتدفيهم شويه. فغسلتها، بعد ما غسلتها وشلتها رحت مطلعها تاني. يلا ماليش نصيب اشيلهم. كنت بقول لكم ايه، نسيت. النهارده يا اخواتي فرح ليلى احمد زاهر وعلى هشام ماجد، ده مش عارفه اسمه هشام ايه، هشام ماجد تقريبا او حاجه زي كده. المشكله دلوقتي احمد زاهر بيتجوز بنته وعمال يعيط وهو بيجوزها. عايز جا اي اب طبيعي. انا بقى لا عمري شفت احمد زاهر ولا شفت ليلى ولا شفت هشام ولا ملك ولا امهم ولا اي حد. انا بعيط ليه بجد يا جماعه؟ بعيط ليه؟ انا بعملش حاجه من ساعه ما شفتهم غير وانا كل شويه اتفرج على فيديوهاتهم واعيط. زي ما تكون مثلا ليلى ديت اختي وهتتجوز، يعني تقريبا لو اختي اتجوزت ان شاء الله يعني ربنا يكتبها لها باذن الله، مش هعيط عليها العياط اللي انا عيطته على ليلى احمد زاهر دي بجد والله. ايه ده؟ كل ما اسمع الفيديو بتاع ابوها وهو بيعيط وهو بيتجوزها اقعد اسح دموع اسح دموع اسح دموع. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش كده. بصوا طبعا انا ادم مغلبني والله يا جماعه، مغلبني. فلو كلكم بتعيطوا كده على اي حاجه زي قولوا لي، ولا انا تعبانه ولا محتاجه اكشف، ولا اكشف ايه؟ بجد يا جماعه انا بعيط من اقل حاجه، من اقل حاجه. انا ممكن مثلا اتخانق مثلا مع جوزي وابقى انا اللي غلطانه وانا اللي جايه على جوزي واعيط. او ممكن اتخانق مع واحده في الشارع واقول لها مثلا كلمه ضايقتها وانا مروحه اعيط ان انا قلت لها كلمه زي كده، او ان انا ازاي اقول لها حاجه زي كده فاعيط. يعني مثلا ابقى متخانقه مع حد ومفرجه عليه الشارع واعيط. طب انا عايزه ايه تاني؟ ما انا واخده حقي تالت ومتلت، بعيط ليه؟ لا ما اعرفش والله. دموعي بجد والله عايزه امسكها شويه، مش عارفه امسكها خالص. طبعا انا خلصت الاوضه، معلش كلام خدنا، خلصت وكنست الدنيا ولميت اللعب ودخلنا بقى على الصاله بره. شايفين الاستاذ ادم قاعد ازاي؟ فلو حد عنده حل للدموع ديت يقولولي. انا بزعق لبنتي وبعدين لما بلاقيها عيط اقوم اصلحها ومعيطه. بجد دموعي دي توديني في داهيه. بصوا الصاله ما فيهاش حاجه، انتوا عارفين ان انا ما بقعدش في الصاله. طبعا انا خدتكم ما قلتلكوش انا عملت ايه، بس انا لميتها بالمكنسه كده على طول، حتى ما نفضتهاش لان احنا ما قعدناش عليها من ساعه العيد. يعني من ساعه العيد ما قعدناش عليها. وزي ما انتوا شايفين انا قافله الشباك لاني لما بفتحه الصاله بتتملي تراب والانتريه بيبوظ والستاير بتتبهدل. يعني لما يجي الصيف اكيد هفتحه يعني، بس يعني دلوقتي الرياح والدنيا فمش عارفه بصراحه، فقلت اقفله احسن لان الشقه بتتبهدل والله. كمان عندي النيش زي ما انتوا شايفين هو جرار، فالحاجه جوه بتتعدم تراب، فقلت اخليه مقفول كده يومين ولا حاجه لحد ما الرياح دي تمشي وبعدين ابقى افتحه تاني. بس طبعا بعد الكنبه كده اسكتوا يا جماعه، الشاشه بتاعتنا اتحرقت والله، بس مخبيش عليكم حاجه. حاسه ان انتوا ولاد خالتي. قاعده افضفض واحكي ولا اي حاجه. بصوا ابني نايم ازاي، شايفين ابني؟ يا جماعه ادعوا لي ربنا يهدي لي عيالي، ادعوا لي ربنا يهديهم لي ويخليهم لي ويرجع لهم ذريه صالحه ويجعلهم برين بيا وبابوهم يا رب. الشاشه بتاعتي اتكسرت والله يا جماعه. انا هقول لكم اللي كسرها بس ما تقولوش لحد. الواد ادم الصغير ده مسك المقشه وقعد يخبطها.
تشيل 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 تشيل. اشتغلت ساعتين بعدين ما نطقتش تاني. ما تقولوش لجوزي ماشي. طب انا من الغدا خلاص خلصنا. بصوا غدانا النهارده كله من الفريزر، يعني كل حاجه متفرزه. شفتوا البصل متفرز والطماطم متفرزه والبسله والفاصوليا متفرزين، كله متفرز. فانا حطيت بقى ايه، معلقه سمنه هنا ومعلقه سمنه في الحله الجميله دي ومعلقه صلصه، معلقه بصل سمنه برضو، معلش، معلقه سمنه هنا ومعلقه سمنه هنا، حته بصله هنا وحته بصله هنا. الحله الالمونيا دي مش بتاعت امي واخداها من ستش الله يرحمها، وانا نصبت على امي وخدتها، وستش الله يرحمها واخداها من خالتي. يعني دي الحله دي اسمها حله مصطفى. دي كانت احكي لكم حكايه الحله، والله انا بعمل معاكم الاكل. بس هقول لكم دلوقتي حطيت البصله متشوحه، بس اديتها تشويحه كده تاني لحد ما فكت، ونزلت عليها ايه بالبسله والجزر. والتانيه برضو اديتها برضو تشويحه ونزلت عليها بالفاصوليا. اقول لكم بقى حكايه الحله دي خالتي كانت بتشتغل، وكانت بتسيب عيالها عند تيتا الله يرحمها، فكانت جايبه لهم حله، كان عندها لسه مصطفى، فكانت جايبه له حله صغيره دي عشان تيتا تعملوا فيها الاكل. فالحله دي اسمها حله مصطفى. يعني هي ستي ماتت وامي خدتها ولسه بنقول عليها حله مصطفى، انا خدتها من امي ولسه مسميني الحله دي حله مصطفى. يعني مصطفى دلوقتي في 6 ابتدائي او تقريبا في 6 او في 5، ودي حلته من وهو كان لسه 6 شهور ولا حاجه، كانت تيتا الله يرحمها بتعمله فيها الاكل. فبصوا الحله دي لحد ما انا اسلمها على عيالي اسمها حله مصطفى. معلش دخلتكم في العيله زياده عن اللزوم. هقول لكم بقى انا عملت ايه. جبت حله وحطيت فيها معلقه سمنه وبصلايه كده، شوحت البصلايه جامد ونزلت عليها بقى بالخضار اللي هو كان البسله او الفاصوليا. انا عملت الاتنين معاكم في نفس الوقت عشان ايه ما احطش عيد وازيد في نفس الحوار، قلت استغل بقى يعني الحوار كده. بس اديتها معلقه، نزلت عليها بالخضار وحطيته على النار لحد ما تشوح. طبعا عشان هو في الفريزر فهينزل ميته، هيفك فهينزل التلج، الميه اللي كانت عليه اللي هو التلج، فاسيبيه لحد ما يشربها وتبقى كده، وترجع تاني كأنك لسه جايباها خضرة طبيعية. يعني بصوا الفاصوليا خضرة ازاي ما شاء الله، البسلة كمان خضرة، بس الصلصة ديت ما كانتش حمرا تقريبا. وبعدين ننزل عليها بالطماطم وكوباية مية ونحطها على النار بقى لحد ما تستوي، هي ما بتاخدش وقت. نزل عليها بقى بالخضار. بصراحة ما بحبش توابل كتير، شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون بس. انا لسه اقول لكم ان انا نزلت كمان بفص توم على الفاصوليا وفص توم على البسله، بعد ما تشوحوا كده حطيت فص توم في كل حاجه. ودي واحده مرقه دجاج، لان انا بصراحه عاملاه الاكل من غير لحمه ولا فراخ ومطلعتش الشوربه عامل بيها، فروحت حاطه واحده ماجي على ده وعلى ده. عرفتوا انا عملت ايه؟ سهله جدا. اعمل معاكم كمان شويه رز بشعريه وكده. غدانا النهارده بسيط يا ولادنا، وغدانا بعد الشغل بسيط. ومددوني وحطيت الشعريه لحد ما خدت لون كده، وبعدين حطيت لها شويه مكعب ماجي ومعلقه ملح وكمون، واديتها تقليبه كده في السمنه بتاعتها لحد ما الماجي داب خالص وريحه الكمون كده اتحمص وريحته طلعت. وهنزل عليه بالرز حسب بقى كميه الرز اللي انت عاملاها، تحطي قصادها ميه. عملنا رز معاكم 200,000 مره. بصوا بس اديها تقليبه تقليبه تقليبه. لقيت الحله صغيره عليها دلوقتي، اقوم نقلها في حله تانية، لان انا حاسه ان انا زودت الرز ياما عن اللي انا بعمله، فرحت نقلها في حله تانية. بس بعمل الاكل بدري لان انا بغذي عيالي، وبعدين بنتعشى لما جوزي يجي، فبعمل الاكل مش بدري، يعني بعمله الساعه مثلا 6 او 6 ونص، لان جوزي بيجي الساعه 11 او 10 11، فبيبقى العيال واكلين، لكن انا بستنى. بصوا قد الرز بحط ميه وبدوق بقى المعيار، محتاج ملح محتاج اي حاجه بحطها، وفي العادي بيبقى محتاج معلقه ملح صغيره، وبستنى بقى لما يتشرب واغطي عليه وخلاص. بصوا هو كده تقريبا الاكل خلص، هو اكيد كده خلص. وهغرف بقى معاكم كده للعيال نتغدى
وبكده يبقى فيديونا خلص، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. واتمنى يا رب اشوفكم في فيديو تاني على خير، واكون خفيف على قلوبكم، ويا رب يا رب تحققوا كل اللي نفسكم فيه. غدانا النهارده كان بسيط، وعملنا روتين كده خفيف، يا رب يعجبكم، وباي باي. معلش رجعت لكم تاني، نسيت اوريكم البسله والفاصوليا، هحطهم بقى وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده. وباي باي يا حبايبي.